ايه الروعة والجمال ده. يعني هنعمل الجيلا كولا في البيت بمقادير بسيطة، كوباية بيبسي ومعلقتين جيلاتين ومعلقة عسل الكلوكوز ومعلقة سكر فقط لا غير. هي دي مكوناتنا. نعمل احلى جيلي كولا في ثواني وبيجمد على طول. وادي القوالب اللي احنا بنختارها زي ما انتم شايفين كده. الجيلي كولا في غاية الروعة والجمال. طبعا الكيس بيبقى صغير وفي وحدتين تلاتة، فاحنا حبينا نعمل كميات لولادنا ونسعدهم ونبسطهم. تعالوا نشوفوا عملناه في الفيديو. وبكوباية واحدة هنعمل الجيلي كولا. لو جبتي ازازة وشربتيها والصودا بتاعتها بقت دلعة، تعملي على طول جيلي كولا بكوباية بيبسي زي ما انتم شايفين كده او كوكا كولا. هنشوف هنحط هنقسمها نصين على مرتين وهنعمل فيها ايه. بعد ما قسمناها نصين، نص هنحط له معلقتين جيلاتين بيتباع من مستلزمات الحلويات او من عطار سايب او معلب. النص التاني زي ما انتم شايفين هنحطه في كزرولة كده ونحط له معلقة سكر ومعلقة عسل كلوكوز. فقط لا غير. هنقلبهم مع بعض ونقيمهم على النار. ونهوت هنحط معلقتين جيلاتين ونسيبهم يدوبوا. طبعا هنحطها في حاجة اوسع زي ما انتم شايفين عشان نقدر نقلبهم. ادي معلقتين الجيلاتين ونقلب كويس زي ما انتم شايفين. يبتدي بقى بيغلظ، لازم ندوبه كويس جدا ونركنه على جنب. هنعزز الطعم. عندنا ريحة الكولا بتتباع برضو عند مستلزمات الحلويات، ما نكترش منها لان هي يعني طعمها بيبقى جامد. زي ما انتم شايفين كده عبارة عن نقطتين بس، انها طعمها جامد. هنقلب بقى المكونات دي ونحطها على النار. زي ما انتم شايفين قلبنا نص كوبايه الكوكا كولا او البيبسي، عليها معلقه سكر ومعلقه عسل الكلوكوز، وحطينا عززنا الطعم بريحه الكوكا كولا. ونحطه على النار. وانا كده اهو دوبت المعلقتين في نص كوبايه وركنتها على جنب. اول ما تغلي غلوه اقوم حاطه الجيلاتين ونقلب، يبقى غلوتين فقط ما بنكترش عليه. تعالوا نشوف بقى على النار هنعمل ايه. واول ما غلي زي ما انتم شايفين هنحط الجيلاتين. ادي الجيلاتين ونقلبهم مع بعضهم. زي ما انتم شايفين كده غلي غلوتين، بنقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. غلوتين كفايه وهنطفي عليه. وزي ما انتم شايفين كده عندنا اللي هي كولا اللي هي سيليكون واشكال تانية، ودي صغيره جدا بيبقى عليها بيبقى فيها كده زي ما انتم شايفين كده قطاره. عندنا اهوت اشكال كتير بنجيبها سيليكون ونجمعها زي ما انتم شايفين كده، بس لازم نحطها على صينيه عشان خاطر لما نيجي ننقلها
في التلاجة من تحت بتقعد ساعتين، في الفريزر بتقعد ساعة. ابتدي بقى انا ايه، هحط زي ما انتم شايفين كده في حاجة ليها بوز عشان اقدر ايه اصبها، عشان الكزرولة طبعا مش بيبقى ايه زي ما انتم شايفين كده. هنصب هنا بسم الله، واللي يطلع بره نمسحها بايه، بحته زي ما انتم شايفين كده. هكمل وارجع لكم تاني. اما بالنسبه بقى للحاجات الدقيقه زي ما انتم شايفين بعمل كده اهوت بالقطاره، هعملها وارجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين كده بالقطاره بنعمل الحتت الضيقه صغيره، وعملناها اهوت. هنحطه بقى في الفريزر ساعه او في التلاجة ساعتين يجمد ويبقى جميل قوي، وجيلي كولا جميل في غايه الروعه والجمال. هنقفل الفيديو ونرجع لكم تاني ونطلعه من السيليكون. زي ما انتم شايفين كده اهوت بيطلع في منتهى السهوله، زي ما انتم شايفين كده اهو. بضغط عليه من هنا يقوم ايه طالع لي زي ما انتم شايفين. يعني هو ما خدش يعني ثواني في التلاجة ولقيناه مسك نفسه. طبعا الجيلاتين هي اللي بتخليه يمسك زي ما انتم شايفين كده اهوت. ادي وطعمه كولا، لازم تحطوا اللي هو الطعم ده بيتجاب من مستلزمات الايه الحلويات. طعمه بجد جميل جدا. اللي تعرف الكيس بيتباع في السوبر ماركت في وحدتين 3. زي ما انتم شايفين احنا هنا اهوت بكوبايه بيبسي عملنا كميات زي ما انتم شايفين. وزي ما انتم شايفين كده عملنا الجيلي كولا بكوبايه بيبسي فقط ومعلقتين جيلاتين في غايه الروعه والجمال، ومعلقه عسل الجلوكوز ومعلقه سكر. دي مكوناتنا كلها زي ما انتم شايفين كده بجميع الاشكال. اهم حاجه القوالب اللي انت بتختاريها، ولو ما عندكيش قوالب حطيها فريدي استريتش في علبه وافرديها على رق بسيط، ولما يجمد قطعيها شرايح زي ما انتم شايفين. يعني تقدروا تتصرفوا حتى لو ما فيش قوالب سيليكون. يا رب تكون وصفة سهلة وبسيطة عليكم تقدروا تطبقوها. دمتم في رعاية الله وأمنه، وانتظركم في فيديو جديد إن قدر لنا البقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.